السندوتش ده الطلب ده ب100. حلو قوي. ايه رايك؟ السندوتشين دول ب100 جنيه، حلو قوي. ومعاهم طبق سلطه قوطه وطبق سلطه طحين. اختراع اسمه ايه؟ سندوتش عدنان. احنا هنجربه دلوقتي. بص كده، تعالي السندوتش ده دلوقتي. السندوتش عدنان. ده عملته مع اول واحد جه صور معايا، وبقى ليه زبونه الحمد لله. ده عباره عن ايه سندوتش عدنان ده؟ هو سيخ كفته، هو بعمله وهسويه، وبعد ما اسويه بحطه في السندوتش وارجعه على النار تاني. تمام. بيديكي قرمشه كده بقى كأنك بتاكلي ايه، جلاش، رقاق اهو. ما شاء الله. عجب منهم مين اول ما داقوا السندوتش؟ لا، كل الناس عجبها السندوتش ده قوي. عملتيه مع مين الاول حد؟ عملته مع الاستاذ عدنان. اول ما جه صور معايا. اول ما جه صور معايا عملت التكه دي قدامي، عجبته وعجب الناس كلها. حد عايز وجبه، عايز ربع كفته، عايز نص كفته. يعني في ناس بتطلب وجبات، في ناس عايزه ربع فرخه ومعاها مثلا سيخ كفته. اعمل لهم مثلا عايزين 20 ربع، 50 ربع. انا لسه كنت عامله وجبات، كانت دي بتطلع السيده، كنت عاملاها 2 في اطباق، فكل تمن في رغيف ومعاه عيش وسلطه. اللي بيجي لي من اسكندريه، واللي بيجي لي من اسوان، واللي بيجي لي من نوبه. يعني انا لسه كان عندي ناس نوبيين الاسبوع اللي فات والله، وبيجي لي من الكويت، وبيجي لي من الامارات، بيجي لي من السعوديه. قالوا لي شفناكي فين يا مبطه او شفناكي على النت. كل اللي بيجي يقول لي احنا شفناكي على النت يا مبطه. وبعد ما ياكلوا بعمل معاهم لقاء، اقول لهم ايه رايكم؟ النت ولا الحقيقه؟ يقولوا لي الحقيقه والله يا مبطه، انت شكلك زي العسل. بص الرغيف بقى بيتعمل ازاي. الرغيف اهو زي ما هو اهو، بصي بعمله كده اهو، تحس ان هو ايه، سندوتش. بصي كده عملته مركبه اهو، بصي اهو. تستوي بقى الكفته واروح ساحبه بقى ايه الرغيف فيه. بصي كده انا بسحب بقى لا مؤاخذه كده اهو اهو. لازم ليها تحصل معينه. تمسحي بوز السيخ كده في البطانه واهي. بصي كده بقى احنا هنعمل ايه.